استقلت اهي. انا لغايه السنه اللي فاتت كنت نبطش افراح بالليل وبالنهار نقاش باليوميه. زمان لما كنت باشا عشان 50 60 جنيه كنت راضي ومبسوط. كان كل املي في الدنيا اشتغل بشهادتي زي ملايين الشباب. نفسنا مسؤول يبص علينا ويحل لنا مشاكلنا. لما بقيت مذيع ومشهور قلت خلاص فرصتك وجات لك يا ابو سنه، قول اللي في نفسك. بس ما نفعش. عارفين ما نفعش ليه؟ عشان ضعفت قدام الرعاة والمعلنين واصحاب المصالح وركبت الموجه. ركبت الموجه. نسيت الناس، نسيت مشاكلهم اللي ملهاش اول من اخر. اتكلمت عن القطط والكلاب والوشم والتاتو. الو، اقطع الهوا حالا. اتكلمت عن ده كله ونسيت الناس. اقطع الهوا. محدش هيقطع الهوا. انا هنا المسؤولة عن الكنترول، وسعد هيكمل حلقاته للاخر وعلى مسؤوليتي انا الشخصية. مش انت ابن صاحب القناه؟ ابوك بيقول اقطع البث. محدش هيقطع الهوا، وسعد هيكمل كلامه لحد اخر الحلقه زي ما فيروز قالت. انا عارف ان انتوا النهارده هتسالوا نفسكم انا ليه دمي تقيل النهارده. انا هقول لكم ليه. عشان من يومين ظهري اتحنى واملي في الدنيا داب. اخويا مات، عيل صغير عنده 19 سنه مات. عارفين مات ازاي؟ مات من الادمان. كم شاب زي اخويا مات بالادمان؟ كم شاب مرمي في المشرحه بسبب جرعه زياده ولا سم دخل جسمه؟ كم تاجر مخدرات اتمسك تلبس ومحامي عقر يطلعه براءه؟ كم اب سأل ابنه رايح فين وجاي منين؟ اساله يابا، قول له رايح فين وجاي منين. اساليه يا حاجه، قولي له ياما اكلت ايه وشربت ايه وكنت نايم فين. قولي له ياما حتى لو شحط، قولي له. اساليه ياما. انا بوجه كلامي للناس اللي فوق وبقول لهم الشباب بيضيع. لا، الشباب بيموت. شويه ماتوا في ماتش كوره، وشويه ماتوا في حادثه قطر، وشويه ماتوا هم نازلين اجازه من الجيش. الحكايه مش حكايه دستور توافقي ودقن وجلابيه ونسر وكاب. الحكايه فينا احنا. عشان خاطر ربنا كفايه اهمال. ما هو لو كلنا متنا انتوا هتحكموا مين؟ هتحكموا مين؟ انا بنادي باسم الغلابه، الناس اللي مش لاقيه تاكل ولا تتعالج ولا تتعلم. لازم تلاقي اكل وتعليم وعلاج. الناس مش مادة ايديها وبتقول يا محسنين لله، لا. الناس عايزه تشتغل وتاكل من عرقها، بس فين الشغل؟ الشهادات متعلقه على الحيطان يا حكومه. متعلقه على الحيطان يا حكومه. الغلابه يا حكومه. الغلابه يا حكومه. الغلابه يا ريس. الغلابه يا ريس. الغلابه يا ريس. الغلابه كتير يا ريس. الغلابه يا ريس.